الهدف ده اللي قدامكم ده، ايوب الكعبي في مرمى جزر القمر النهارده افتحوا افريقيا في المغرب. بس في تفاصيل مرعبه في الهدف. اللاعب ده عنده تفاصيل مرعبه في حياته لازم نقولها في الفيديو. اقطع فيها خالص. ده الهدف وجماله وحلاوته وعظمته وكل حاجه. انت عارف ان ايوب الكعبي ده صاحب ال 32 عام بيلعب في اولمبياكوس؟ انت عارف ان ايوب الكعبي ده اول حياته كان بيلعب باك شمال، بعد كده كان بيلعب في نص الملعب، بعد كده لعب مهاجم؟ انت عارف ان ايوب الكعبي ده كان بيشتغل في ورشة نجارة قبل كرة القدم؟ متخيل؟ طيب الهدف صعوبته في ايه من وجهة نظري؟ هي الكرة مش ملعوبة بالعرض وهو واقف شايف الجون، شايف المدافعين، شايف كل حاجة. ده ممكن يبقى سهل شويه، ولكن الكوره صعوبتها المسافه ما بين اللاعب اللي لعب العرضيه وايوب الكعبي قليله جدا، والصعوبه اكتر ان الكوره هو في ظهره المرمى والمدافعين وفي ظهره كل حاجه، فهو مش شايف. فان هو يلعب الكوره بهذا التكنيك ويسجلها باكورد بهذا الروعه وهذه العظمه في افتتاح افريقيا وياخد السكسي كله من الناس كلها، ده هدف عالمي من وجهة نظري. لازم تعمل شير مهم للفيديو، ولايك مهم جدا جدا، ووجهة نظر في الكومنتات، والشير مهم جدا جدا. ولو انت اول مرة تشوفني اعمل فولو او متابعة مهم جدا. لو انت اول مرة تشوفني، سلام.